السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، يا ريت تنال اعجابكم. انا تقى، لو اول مرة تشوفوني بعمل محتوى عن اعادة تدوير والافكار البسيطة، وبتمنى تتابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان هتنبهروا بالنتيجة. واكيد العيب ده موجود عند ناس كتير قوي فينا وهنعالجه مع بعض ان شاء الله. العباية السمراء واحوالها والحاجات اللي دايما بتتغير معانا زي التخن الكتير اللي احنا مش عارفين نسيطر عليه. هنا هنعالج المشكلة دي وهنخلي معاكي كمان جزء زيادة جوه، بحيث ان انت كل ما تبقي عايزة تزودي هتقدري تزودي في العباية. زي ما اتفقنا كل عباية ليها نظامها في التعديل وفي توسعة العباية. العباية هنا كان فيها الجزء الأمامي اللي هو بيبقى مقفول على بعضه ده، فاحنا حبينا نوسع منها، هتظهر مظهر أكنها كاردي تحته بيزك، بس هيبقى النتيجة جميلة جدا وشيك جدا. بنجيب جزء قماش نكمل بيه الشغل، بنحاول ان هو يكون جزء جديد هعمله لكم في فيديوهات تانية، ممكن نستخدمه من عباية تانية، بس هنا الافضل يكون جديد لو العباية جديدة، بحيث ان الاسود بيبان فيه بشكل كبير. فهنا عملناها بكل سهولة وسلاسة. والله لو هتعمليها على ايدك لا هتنفع، حتى لو ما عندكيش مكنة، الفكرة بس تكون موجودة وواصلة بالنسبة لك تنفذيها حتى لو على ايدك. زي ما انت شفتي كده لما خيطنا القماشة بالمقلوب وجيتي قلبتيها على الوش التاني جت نظيفة جدا، او اكنك انتي مسرفلاها ومظبطاها وعاملة فيها كل حاجة. هتبتدي تثبتي الجزء ده وبرضو تقدري تثبتي الجزء ده على ايدك، وهيطلع بيرفكت وناجح جدا على فكرة. كمان ممكن يطلع انجح من المكنه، لان المكنه ساعات مع اختلاف القماشتين بتورور شويه، لكن هنا صدقيني لو عملتيها على ايدك هتنجح. الفكره دي جميله جدا ونفذتها في عبايات كتير وكانت لاقيه اعجاب كتير من الكل في النتيجه. هنا الجزء ده هنثبته زي ما اتفقنا من الاتجاه ده ومن الاتجاه ده. التوسعه هنا بتبقى على حسب الرغبه، انت ممكن ما توسعيش خالص ويا دوبك بس ان انت تفتحي الاثنين، ما هما الاثنين على بعض بيدوكي 3 قراريط، لو فتحتيهم وحطيتيهم جنب بعض هيدوكي ال3 قراريط. عايزه توسعي بتوسعي على القدر اللي انت عايزاه، ممكن توسعي قروط، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4، زي ما انت تحبي. ولو وصلتي معايا بالفيديو لحد هنا بتمنى يكون الفيديو عجبك والفكره تكون واضحه بالنسبه لك. ولو عجبك الفيديو يا ريت تتابعيني على صفحاتي على السوشيال ميديا، على فيسبوك وتيك توك، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويا ريت تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ابداعاتنا ما بتنتهيش. زي ما انتم شايفين كده دي النتيجة. طبعا الوسع ده كان برغبة العميلة، لكن انتي تقدري تعمليه زي ما انت عايزة، وفي كمان وسع جوه لو هي حابة بعد كده تفك وتوسع هتقدر توسعه. بتمنى يكون الفيديو عجبك والفكرة تكون واصلة لك وتستفادي منها وتشاركيها مع أصحابك. والسلام عليكم.